بيبدأ فيلمنا مع سارة وهي بتجري في الغابة وفي كائنات غريبة بتجري وراها وبتحاول انها تتوههم وسط الشجر اللي على الجليد، لكن بتتكعبل وبتقع على منحدر جليدي، وهنا بتفكر انها خلاص هربت منه، بس بيظهروا فجأة من وراها وبيهجموا عليها وبتقابل وجه كريم. وفي نفس اليوم صحابها كانوا جايين مع البوي فريند بتاعها عشان يقضوا اجازة عيد الفصح سوا في الكوخ بتاعهم، وهم في الطريق بيقروا في الجريدة عن واحد اتدفن في انهيار جليدي في المكان ده، ولما لقوه كان ميت بعد ما حفر 6 متر لتحت على اساس ان هو بيحفر لفوق. مارتن قال على فكرة ده عادي لانه لما اتغطى بالجليد كان هيعرف الاتجاهات منين، ففيجارد رد عليه وقال له انت ما دخلتش جيش ولا ايه؟ سيب لعابك يسيل وشوف هيروح في انهي ناحيه واحفر في الناحيه التانيه على طول، على اساس يعني ان اللعاب بيسيل في اتجاه الجاذبيه. والعربيه اللي وراهم فيها اصحابهم البنات اللي طالعين معاهم الرحله دي، وكانوا بيتريقوا على مارتن لانه بيخاف من الدم مع انه دخل كليه طب قسم تشريح. ومارتن ده بالمناسبه مرتبط بهانا، وساره مرتبطه بفيجارد. اما اليكس فمش مرتبطه بحد بس بتكراش على ايرلاند، وكريس وروي وايرلاند برضه مش مرتبطين بحد. واخيرا وصلوا للمكان هناك، وفيجارد ركب موتوسيكل الجليد اللي ساره سايبه له وقال لهم يمشوا ورا الاثر اللي هيسيبه وهيوصلوا هناك. ولما مارتن ساله في شبكه موبايل هناك قال له ولا هنا حد، ودور الموتوسيكل ومشي واخدوا حاجتهم ومشوا وراه. وهم ماشيين ايرلاند بيقول لهم خمنوا اسامي افلام لمجموعه اصدقاء رايحين في رحله مفيش فيها شبكه استقبال، فكل الافلام اللي خمنوها كانت رعب وابطالها كمان ماتوا في النهايه. ومارتن طبعا كان بيخاف جدا من الحاجات دي، فقال لهم كفايه هزار بقى ويلا عشان نلحق نوصل. وفيجارد طبعا وصل قبلهم، فدخل نظف المكان وولع الحطب في الدفايه عما يوصل. ولما وصلوا بداوا يلعبوا بره شويه تزحلق على الجليد بالموتوبايك اللي كان صوته بالمناسبه عالي جدا، وفضلوا يلعبوا فرق ضد بعض لحد ما الدنيا ليلت ودخلوا يكملوا لعب جوه. اليكس سابتهم وطلعت بره عشان تلبي نداء الطبيعه، وفجاه وهي في الحمام سمعت صوت حد ماشي بره. طلعت تبص بره حواليها ما لقيتش اي حد، بس وهي راجعه لقت واحد واقف من بعيد وبيبص عليها، فخافت وجريت على الكوخ وقالت لهم ان في حد بيراقبهم من بعيد. قالوا لها ممكن تكون ساره وصلت، قالت لهم لا مش ساره، لان لو ساره كانت جت او شاورت حتى من بعيد. فراحوا يبصوا من الشباك ما لقوش اي حاجه. روي طلع بره وبرضه ما لقاش اي حاجه، فاتريق عليه وهو داخل ان البنات بتهيأ لها حاجات وكده يعني. وفجاه ظهر من وراه نفس الراجل اللي كان واقف من بعيد، ولما دخل سالهم ايه اللي جابكم هنا وبتعملوا ايه؟ قالوا له بنقضي عطله عيد الفصح، كل سنه وانت طيب يعني وعدى الايام. فسالهم اذا كانوا هم اصحاب الكوخ ده، قالوا له لا ساره صديقتنا صاحبه الكوخ، وهي بالمناسبه الجيرل فريند بتاعت فيجارد. فقال لهم ما فكرتوش يا اغبياء تسالوها على تاريخ المكان ده قبل ما تيجوا وتلفوا فيه بدراجه الجليد الغبيه دي زيكم؟ استغربوا طبعا من الطريقه اللي بيكلمهم بيها، فبدا يحكي لهم حكايه المكان ده. والحكايه كانت ان في الحرب العالميه الثانيه المكان ده كان موقع استراتيجي للالمان، والقوه اللي كانت في المكان ده اسمها اينساتس، وان هنا كان على عكس اي مكان تاني في جنود المان اللي هم كانوا في علاقه طيبه مع المدنيين، الا ان هنا القوه كانت تحت قياده القائد هيرتزوج. يعني باختصار المدنيين كانوا عايشين في جحيم، ولما الحرب قربت تنتهي وروسيا قربت تستولي على المنطقه اقتحموا كل البيوت وسرقوا كل الفضه والذهب واي حاجه ليها قيمه بقياده القائد هيرتزوج، وكان اي حد يعترض من المدنيين بيقتلوه. وده اللي خلى السكان يتجمعوا سوا باسلحتهم اللي كانت عباره عن سكاكين وادوات زراعيه ومناجل وغيره يعني، وعملوا لهم كمين بالليل من غير ما يعرفوا ونزلوا تقتيل فيهم كلهم. بس القائد قدروا انه يهرب مع مجموعه من رجالته لفوق الجبل، ومعاهم معظم اللي نهبوه من السكان، واستخبوا في كهف لحد ما الامور تهدى. بس حصل عليهم انهيار جليدي واتدفنوا فيه واتجمدوا لحد ما ماتوا، وده تسبب في وجود شر مسيطر على المنطقه دي منع الناس من انهم يجوا هنا او يسكنوا فيها من تاني. طبعا معظمهم اتريق عليه واللي نام منه اصلا وهو بيحكي، فقام ومشي وقال لهم ما ينسوش اي حرف من اللي قاله له. روي قال له بص يا حبيبنا احنا متعلمين ودارسين طب، يعني مش جايين من ورا الجاموس، فكلامك ده مش هيخوفنا ويخلينا نلم حاجتنا وناخد بعضنا ونمشي. فتعصب فجاه وخنقه بايده وقال له لما تبقى ماسك احشائك بين ايديك هتتصرف ساعتها ازاي، ولا الطب هيساعدك في ايه؟ ولما شافهم خايفين واخدوا كلامه جد المره دي شكرهم على القهوه اللي شربها وسابهم ومشي. وبالليل وهم نايمين فيجارد قام على صوت حد بيقفل القابو بتاع الكوخ وخارج بره، افتكر انها ساره فقام وراها وقعد ينادي عليها انما ما كانتش بترد. طلع وراها وقعد ينادي عليها، لقى فجاه قدامه بتطلع دم من بقها، وهنا بنكتشف انه كان بيحلم بكابوس بسبب اللي الراجل حكاه لهم في القعده. والراجل ده بعد ما مشي ورجع للخيمه بتاعته فجاه سمع صوت حد بره، قعد ينادي مين اللي ماشي بره ومفيش حد بيرد عليه، فخد البندقيه بتاعته وطلع يشوف مين اللي بره، لقى واحد واقف من بعيد بلبس جندي الماني، وفجاه كائن سريع عدى من قدامه بسرعه وذبحه بالسكين، ولسه بيستوعب اللي حصل له كان سحبه للخيمه بتاعته وكمل عليه جواه. والصبح فيجارد كان بيجهز حاله وطلع يدور على ساره، مع انهم عارفين انها هتتاخر لانها بتحب التزلج على الجليد، بس هو كان قلقان وعاوز يطمن عليه، وقال لهم انه لو ما رجعش على بكره يرجعوا تاني للعربيات ويطلبوا مساعده من اي حد. ولما مشي قعد يدور عليها في كل حته وكل مكان انما ما كانش لها اي اثر، فقعد يريح شويه وياكل لقمه يتقوت بيها ويرجع يكمل من تاني. وفجاه وهو قاعد اخد باله من خيمه قريبه منه بس كانت متبهدله شويه، فقرب منها يشوف يمكن ساره تكون فيها. فجاه لقى جواها الراجل بتاع امبارح ميت واحشائه كلها شايلها ما بين ايديه، واثار الدم بتاعه مغرقه الارض كلها. فركب الموتوبايك بتاعته وهرب من المكان. وبالليل وهم قاعدين علشان ياكلوا ايرلاند بيجيب البيره من القاب، لقى صندوق خشب غريب كده اول مره ياخد باله منه، فجاب
الصندوق ده وفتحوه لقوا جواه دهب كتير جدا ومجوهرات وعملات منقوش عليها سنه 1942 ولسه هيوزعوها على بعض. قام مارتن قايل لهم ان الحاجات دي بتاعت ساره وفيجارد وان مش من حقهم ان هم ياخدوها ويستنوا لما هم يجوا يسالوه. اما فيجارد فكان لسه عمال ينادي على ساره وسط الجبال، ولاحظ وهو بينادي اثار اقدام ماشيه لفوق، فطلع وراه على امل ان هو يلاقي ساره. بس فجاه التلج اللي تحته بيتكسر وبيقع جوه حفره وبيغمى عليه. والباقيين طبعا في الكوخ عمالين بيهزروا ويضحكوا ويلبسوا في الحاجات اللي لقوها في الصندوق. وهنا اليكس حبت انها تهزر مع مارتن، فقالت لهانا تحط في جيب مارتن عمله من العملات ديت من غير ما يحس، على اساس ان هو خدها من الصندوق مع انه منعهم وكده. ووسط اللعب والهزار ايرلاند طلع بره يلبي نداء الطبيعه، وفجاه وهو ماشي بتقع منه عمله كان واخدها في جيبه من الصندوق. وهنا بيظهر حد وبيمد ايده وبياخد العمله اللي وقعت على الارض. وبعد ما خلص ولسه هيخرج لقى كريس داخله عليه وبداوا يذاكروا منهج الاحياء سوا. وبعد ما خلصوا مذاكره سابها ورجع للكوخ تاني. اما هي ففضلت في الحمام عشان تلبي نداء الطبيعه هي كمان. وفجاه وهي جوه شافت حد بيبص عليها من بره، افتكرت طبعا ان هو ايرلاند وبيخوفها وكده يعني. بس فجاه اللي بيبص عليها ده اختفى واتسحبت من قعده الحمام. وبعد شويه طلعت منها وجسمها كله غرقان دم وفضلات، وطلعت تجري ناحيه الكوخ وعماله تصرخ علشان يجوا يساعدوها. بس الاغاني كانت شغاله جوه وصوتها عالي فما كانوش سامعين. هنا قفلت الاغاني وقالت لهم ان هي سمعت صوت كريس وهي بتصرخ، وخرجت بره علشان تشوفها. بس فجاه الكائن اللي كان بيبص عليها خطفها من قدام الكوخ من قبل ما هنا تطلع. ولما طلعت قعدت تنادى عليها وتدور عليها، انما ما كانش لها اي اثر. فدخلت وقالت لهم ان في حاجه غلط بتحصل وان كريس مش موجوده، وكمان فيجارد وساره لسه ما رجعوش. فاتفقوا ان الرجاله تخرج وتدور عليها، ولقوا بندقيه كمان متعلقه فوق الباب فاخدوها معاهم ودوروا عليها بقى هنا وهناك، انما ما لقوش لها اي اثر. بس ايرلاند ومارتن وهم بيدوروا لقوا حاجه غريبه كده مدفونه في التلج. ولما طلعوها لقوا انها شنطه سفر ورحلات ومكتوب عليها انها بتاعت ساره. قعدوا يتخانقوا سوا هيخرجوا يدوروا عليها دلوقتي ولا يستنوا للصبح. فهنا سابتهم وراحت تبص من الشباك علشان تهدي نفسها. وفجاه لقت كريس بتبص عليها من الشباك، ففرحت انها تمام وبخير. بس بنكتشف هنا ان دي راس كريس وان الكائن ده كان شايلها في ايده ورافعها قدام الشباك. فصرخت جامد وقعدت تقفل في البيبان وتصد وراها، وهم مش فاهمين هي بتعمل كده ليه. اليكس راحت تبص من الشباك مكان ما كانت واقفه، وفجاه الازاز اتكسر والكائن ده بدا يشدها من شعرها. وشعرها طبعا كان هيتخلع في ايده لولا ان هنا لحقتها وقطعت شعرها وفلتت منه. وفي اللحظه دي كلهم بداوا يسدوا المداخل بتاعه الكوخ وياخدوا السكاكين اللي في المكان علشان يحموا نفسهم بيها. اما بره فكان في جنود شكلهم غريب وبداوا يظهروا ويلفوا حوالين الكوخ، وبداوا كمان يكسروا في الشبابيك ويحاولوا انهم يدخلوا الكوخ منه. بس مارتن ضرب عليهم نار علشان ما يعرفوش يدخلوا. وهنا قطعت ايد واحد منهم ولقاها متعفنه، وكانت لابسه خاتم مكتوب عليه اين ساتس، وده كان اسم الكاتبه اللي هنا اللي الراجل كان قال لهم عليه. فبيعرفوا انهم زومبي وانهم نفس الجنود اللي الراجل كان حكى لهم عنه. ولسه واقفين بيفكروا ويستوعبوا اللي هم فيه، فجاه الزومبي بداوا يكسروا عليهم المداخل بتاعه الكوخ. ايرلاند خاف وراح ناحيه شباك من الشبابيك. قام واحد منهم ماسكه من دماغه وهم بيحاولوا يسحبوه وينقذوه. قام الزومبي قسم راسه نصين قدامهم وسحبه لبره. والليل عدى والنهار طلع عليهم وهم قاعدين جنب بعض وسادين كل المداخل بتاعه الكوخ، وبيحاولوا يفكروا ان هم يلاقوا اي طريقه يخرجوا بيها ويجيبوا مساعده. بس طبعا العربيات كانت بعيده، وكمان الاثار اللي هيمشوا عليها اللي هي بتاعه الموتوبايك كانت اتغطت بالجليد والجنود اللي كانوا بيجروا بره. ومحدش يعرف الطريق للعربيات الا فيجارد اللي طلع يدور على ساره وما يعرفوش اذا كان عايش ولا ميت. فاتفقوا مع بعض انهم يقسموا نفسهم قسمين، قسم هيدور على العربيات ويحاول يوصل لها ويجيب مساعده، والقسم الثاني يقعد هنا ويستنى فيجارد لحد ما يجي. بس طبعا اول ما الاثنين اللي هيدوروا على العربيات يخرجوا الكائنات دي هتطلع تجري وراه. فاتفقوا ان الاثنين اللي هيستنوا فيجارد يطلعوا يعملوا اي نوش بره، بحيث لو الجنود موجوده بره يطردوهم هم وما يطردوش الاثنين اللي هيروحوا يدوروا على العربيات. وفعلا روي ومارتن طلعوا وعملوا اي خيله بره كده عم هانا واليكس يمشوا بسرعه من المكان. وفيجارد لما قام من الغيبوبه اللي كان فيها بدا يلف في المكان اللي وقع فيه لحد ما لقى مخرج وعرف ان هو يخرج منه من تحت التلج. وبدل ما يرجع لهم على الكوخ تاني راح جاب حاجات من الموتوبايك بتاعه وبدا يستكشف الكهف اللي وقع فيه، ولقى جوه الكهف ده نفق مليان اسلحه، وشاف شعار المانيا النازيه في فتره الحرب العالميه الثانيه متعلق على الحيط. وهنا عرف ان ده الكهف اللي الجنود الالمان والقائد بتاعهم اتدفنوا فيه احياء. وفجاه وهو بيبص على الخوذ بتاعتهم شاف راس ساره محطوطه جنبه. لسه بيستوعب من الصدمه جه جندي زومبي من وراه ورماه بره النفق، ولسه بيفوق من الوقعه لقى نفسه قدام جندي من الجنود الالمان عباره عن زومبي وبدا يجري ناحيته. حاول يهرب منه انما الزومبي طبعا كان اسرع منه وقدر انه يتغلب عليه وكان فعلا هيقتله. بس فيجارد اما قلع الخوذه اللي لابسها ونزل ضرب فيه بيها لحد ما مات. ولسه بيريح من العركه الاولانيه لقى واحد تاني طالع له من تحت الجليد، فجاب خشبه من جنبه بسرعه وضربه بيها في راسه انما ما حصلوش اي حاجه. قام واخد السيف اللي كان مع الجندي اللي قبله وضربه بيه في نص دماغه. ولما وقع على الشجره راح يتاكد انه مات خلاص، لقى ان بطنه اتفتحت ومصارينه كلها كانت بره. والزومبي التاني اللي المفروض انه مات من شويه كان ما ماتش وصحي من تاني، وجري على فيجارد واخده ونط بيه من فوق الجبل. بس فيجارد لحق نفسه واخد مصارين الجندي التاني واتعلق فيه علشان ما يقعش. والزومبي طبعا كان متعلق فيه وبدا يعض وياكل
بياكل في رقبته، قام ضربه براسه في راسه وموقعه تحت، وتسلق مسارين الزومبي التاني وطلع لفوق. وهانا واليكس كانوا بيجروا بره وفي 2 من الزومبي بيجروا وراه. هانا قتلت واحد منهم، اما اليكس وهي بتجري قام الزومبي لافف من قدامها وضربها في وشها واغمى عليه. ولما فاقت لقيت 2 من الزومبي منيمينها وعمالين يطلعوا في مصارينها وياكلوه. فشافت قنبله يدويه مع واحد منهم، قامت سحباها ومفجره نفسها بيهم هما الاثنين. ومع الانفجار ده بيظهر القائد هيرتزوج لاول مره وبيدي اشاره للجنود اللي معاه انهم يتحركوا. وهنا في اللحظه دي كانت مستخبيه فوق الشجره وهم بيدوروا عليها تحت، بس طبعا حظها النحس كان في غراب جه جنبها وقاعد يعمل صوت جامد. حاولت انها تهشه انما ما كانش راضي يتهش، قامت ماسكاه بسرعه عشان ما يلفتش انتباه. بس لما بصت لقيتهم واقفين تحت وبيبصوا عليه. واحد منهم بدأ يطلع على الشجره، قامت نطه فوق التاني بفرع من الشجره وموتاه وطلعت تجري. فالتاني نزل من فوق بعد ما طلع وطلع يجري وراه. وفجاه وهي بتجري منه لقت نفسها قدام منحدر جليد، فدت ظهرها ليه واستنت لحد ما الزومبي يوصل لها. ولما وصل لها قعدت تدب في الجليد اللي تحتها لحد ما اتكسر ووقع بيهم هما الاثنين. وروي ومارتن في الكوخ قرروا يعملوا مولوتوف ويرموه عليهم بره، بس روي ما كانش بيعرف ينشن، وبدل ما يرمي عليهم رمى على الكوخ من جوه وبدأ يولع. فجريوا بره بسرعه وراحوا للمخزن اللي قصاد الكوخ بتاعهم، وهناك بيلاقوا معدات كتير جدا تبع ساره وفيجارد، فبياخدوا منها اللي يقدروا عليه. وفيجارد بعد ما طلع لفوق تاني بدا يخيط الجرح اللي في رقبته، وجاب سلاح رشاش من اللي كانوا في الكهف وربطه على الموتو بايك بتاعه ومشي من هناك. وهنا لما نزلت من فوق المنحدر زرع بصل كانت اتدفنت تحت الجليد، فعفرت وقدرت انها تطلع وتنقذ نفسها قبل ما تموت. وفجاه وهي بتريح وبتاخد نفسها شافت الزومبي التاني مدفون جنبها وبيحاول انه يخرج، فراحت عنده وخلصت عليه قبل ما يخرج ومشيت من المكان. ومارتن وروي بعد ما جهزوا نفسهم ووقفوا بره لقوا الجيش اللي هيرتزوج بعده داخل عليهم من بعيد. واول ما وصلوا عندهم نزلوا فيهم تقطيع بالمنشار الكهربائي وضرب بالمرزبه لحد ما خلصوا عليهم كلهم. ولسه بياخدوا نفسهم لقوا جيش تاني جاي قدامهم غير اللي موتوه، فلسه هيستعدوا تاني لقوا فيجارد جاي من وراهم وبيقول لهم يوطوا. وقام شغل الآلة اللي ربطه في الموتوبايك وخلص عليهم كلهم، واللي اتبقى منهم عدى عليه وسواه بالتلج. ولما سالهم على الباقيين راحوا فين قالوا له ان هانا واليكس بيدوروا على العربيات، اما الباقيين فانتقلوا الى رحمه الله تعالى. طبعا زعل عليهم جامد وواقف متاثر باللي حصل لهم. وفجاه من غير ما ياخد باله ظهر من وراه مجموعه من الزومبي ونزلوا فيه طعن بالسكاكين، وفي النهايه شالوه وفصلوا جسمه عن اعضاء. هنا راي ومارتن هجموا عليهم وخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وهنا حد جه من ورا مارتن وحط ايده عليه قام ضربه بالبلطه اللي في ايده. وللاسف الحد ده بيكون هانا الجيرل فريند بتاعت مارتن. ومن وراها بيجي القائد هيرتزوج ومعاه 6 من الجنود بتوعه وبيبعتهم عشان يقتلوه. وطبعا مارتن كان متضايق جدا بسبب اللي حصل لهانا، فبدا يصطادهم واحد ورا التاني بالبندقيه من قبل حتى ما يوصلوا له. وبندقيته خلصت وكان متبقي زومبي واحد بس وصل له وهجم عليه، بس روي لحق مارتن وقتل الزومبي. وهنا مارتن بيلاقي انه اتعض في ايده من الزومبي قبل ما روي يقتله، وخاف طبعا لا يكون حوار ان الزومبي يعضك تتحول لزومبي زيه وكده، فقال ده انا دراعي يتقطع قبل ما اتحول لزومبي. وفعلا جاب منشار كهربائي وقطع دراعه علشان ما يتحولش. وبعد ما وقف وكان مبسوط انه لسه عايش وما اتحولش طلع زومبي تاني من تحت الجليد وعضه في الحاجات اللي ما ينفعش تتعض، فموته وراح جاب المنشار تاني وقطع الحاجات اللي ما ينفعش تتقطع. وهنا بيلاقوا القائد هيرتزوج واقف لوحده، فقال له روي يلا نروح نقتله ونخلص من السهرايه دي. لقوه فجاه صرخ بكلمه الماني كده، وفي اللحظه دي جيوش من الزومبي بدات تظهر من تحت الارض ومحاوطه بيهم من كل حته، وكلهم واقفين مستنيين الامر من القائد هيرتزوج. فروي ومارتن طلعوا يجروا بسرعه، والقائد ادى الامر للجيش بتاعه يطلعوا يجروا وراهم ويجيبوه. وروي وهو بيجري اتكعبل وخبط في شجره وفرعها دخل جوه بطن، بس قدر انه يفلت منها وكمل جري، لكن القائد حصره من الناحيه الثانيه وضربه بالشاكوش في راسه. وبعدها بنكتشف انه عمال بيجري بس مش عارف يجري لان امعائه كانت اتعلقت في الشجره لما خبط فيها وكلها كانت بره، فوقع ومات. والقائد حط ايده في جيبه واخد منه ساعه كان سارقها من الصندوق. وهنا مارتن عرف ان القائد بيدور على الكنز بتاعه وبيطاردهم للسبب ده، فرجع جري على الكوخ بتاعهم اللي طبعا كان اتحرق بالكامل، وفضل يدور وسط الرماد لحد ما لقى الصندوق. وفي اللحظه دي القائد هيرتزوج بيكون وصل لعنده، فبيدوم الصندوق وبيجري من المكان وبيوصل للعربيه بتاعته وبيركب علشان يمشي بسرعه. فجاه بيلاقي عمله من اللي كانوا في الصندوق وقعت من جيبه، ودي العمله اللي هنا كانت حطتها في جيبه من غير ما ياخد باله. والقائد في اللحظه دي بيكون واقف بره العربيه، فبيكسر عليه ازاز العربيه وبينتهي الفيلم لحد هنا. والحمد لله بدات الخص لكم في الجزء الثاني كمان، فلايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك اول ما ينزل. ما تنساش لايك واشتراك للدعم على الاستمرار في تقديم المحتوى، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك في قنواتنا الاخرى لمزيد من المتعه. واشوفك على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.